وخير الكلام هي الصلاة والسلام على سيد الأنام حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. صباح الخير، صباح الورد والياسمين، وصباح العافية على أحلى وأغلى متابعين، وكل عام وأنتم بألف خير وعيد أضحى مبارك، ويا رب يجعل كل أيامكم خير وبركة وأعياد، آمين يا رب العالمين. وخلونا يا حبايبي بهاي الأيام الحلوة والمباركة نحمد رب العالمين ونشكره على كل النعم اللي موجودة بحياتنا. النعم اللي موجودة بحياتنا ما شاء الله كلش هواية، وأولها ومثل ما نقول يعني أحسنها هي نعمة الستر والعافية. ألف الحمد لله والشكر يا إلهي على كل نعمة أنعمتها إنا بهاي الدنيا. وطبعا يا حبايب الستر والعافية فد كنز كلش كبير من رب العالمين، وما ننسى نعمة الدين والإسلام اللي نعمه رب العالمين علينا. وبهاي الأيام الحلوة يا حبايب خلونا ندعي لبعضنا بالخير والبركة وبالرزق، لأن هاي الأيام كلش حلوة ومباركة. بلشت وياكم هذا الفيديو طبعا من العيد، ونهاية الفيديو راح أرجع وياكم على عرفات. الحمد لله إنه رب العالمين يعني قدرنا إنه نحيي أعمال يوم عرفة، ونقول طبعا الكل الحجاج إن شاء الله يا ربي حج مبرور، عفوا حج مبرور وذنب مغفور، وإن شاء الله ترجعون سالمين وغانمين لدياركم وين ما كنتوا، وربي يتقبل منكم هذا الحج ويكتبها إلنا والكل مشتاق إن كانت عمرة أو حج، آمين يا رب العالمين. وهنا يا حبايبي بلشت الفيديو وياكم. طبعا هاي قعدت الصبح، من الصبح الساعة 5 بلشت غسلت الحوش. صار لي يعني كم يوم ما غاسلة الحوش صراحة بنات، تراب اكو كلش هواي وهوا عالي، فلقيت هواي يعني وسخ ما اعرف شنو، تعرفون يعني الجو حار، واحد مو مال يعني حسبت بالتسعة هيك يغسل الحوش. قعدت الساعة 5 غسلت الحوش غسلة زينة. طبعا عذرا أنا هنا فاتحة المنهالة بالحوش حتى ينزل بيها المي، لأن ما طلعته للشارع. المي إذا طلعنا للشارع لازم أحد يطلع ينظف الشارع، فتعرفون كلهم نايمين وأنا ما أقدر أطلع. ففتحت تكرمون المنهالة وفرغت بيها المي اللي غسلت بيه الحوش، وأكيد الزرع كيف وارتاح، وأحسه هيك يعني مثل القام يعني يرقص، مثل أشوفه قام ينعنش، لأنه الله يساعد الزرع يا بنات على هذا الحر، يعني ما شاء الله. هو يعني شلون نقول، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني ماكو شيء يجي من رب العالمين هو مضر. كل الأشياء اللي خالقها رب العالمين هي في صالح الإنسان، أكيد يعني هالشي هذا. فالحر الموجود ما شاء الله عليه نقول رب العالمين إن شاء الله يقوينا ويخلينا نتحمل، والله يساعد، يعني الله يساعدنا ويساعد هاي الناس كلها. الكهرباء مو هالقد يعني تجيها أيام تستمر زينة، وتجيها أيام لا والله يعني بشلعان القلب. أكثرية الناس خطية متأذية ومتبهذلة. إن شاء الله يا ربي تعدي هاي الأيام على خير وبركة، وإن شاء الله يعني يكون هذا الحر بيفت حسنات إنه إحنا نتحمل هذا الشيء. وطبعا يا حبايب من بعد ما غسلت الحوش هنا كانوا متفقين البنات وأبوهم، سائلهم شنو تردون ريوق، قال لي بابا نريد بس جيمر وكاهي. فخطية أبو حسوني راح من الصبح جايب جيمر وجايب كاهي وجايب هذا صمون الكهربائي أو الفينو. فهنا بديت أحضر الريوق، وطبعا راح أجهز الريوق ونتريق الحمد لله والشكر. وأكيد هو هذا ريوق العيد، يعني أكثرية العالم تحب إنه تتريق جيمر على مربى على هاي الأمور يعني. فقالوا له إحنا كل شيء ما نريد، لا بيض ولا جبن ولا، جيب لنا جيمر وجيب لنا كاهي ونتريق به، وهذا هم كله نعمة فضيلة من رب العالمين. وطبعا يا بنات أنا هذا العيد ما سويت كليتشة، وهذا العيد ما اشترينا ملابس، وهذا العيد ما طلعنا لحد الآن. بنات أنا سويت كيك، يعني هاي الأيام سويت كيك،
وملابس ما اشترينا لأنه إحنا بذاك العيد مشترين، وقبل فترة اشترينا ملابس للعيد يعني بالنسبة للبنات للجهال، فحتى ظلت يعني الملابس ما حد لابسها. فهذا العيد ما اشترينا، وهذا العيد ما طلعنا. تعرفون يعني إحنا بالنسبة لنا عائلة، إذا مو سيارة من الباب وتاخذنا وتطلع بينا فهذا الأمر يعني مستحيل إنه نقدر نطلع وننتظر تاكسي وما أعرف شنو. فالطلعة إذا مو سيارة موجودة بالبيت، إحنا هالمرة ما عندنا سيارة لأنه أنا يمكن قايلتها قبل فترة أبو حسون يباع السيارة وما مشتري. فنقول رب العالمين إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم، وهي كل أيام الله عيد. عايدنا الأهل والحبايب يعني اللي بعيدين علينا من خلال التليفون، اتصلنا وعايدناهم. وبالنسبة لي يعني أهلي القريبين علي رحت عايدتهم، بيت حماتي قريبين علي رحت عايدتهم، هذولا يعني داير مدايرنا بالمنطقة، فهذولا قدرت أروح أعايدهم. بالنسبة للبعيدين لا والله البعيدين عن طريق التليفون، لأنه ما نقدر نطلع. قلت لكم إحنا عائلة، وثاني شي بنات الجو حار، الجو كلش متعب يعني. حتى على أساس إنه إحنا متفقين إجتنا عزومة بيت أخويا على أساس ياخذونا زيارة سيارة كبيرة، نروح السلمان باك. فالصراحة تأجلت لأنه بنات الجو حار، الجو كلش حار يعني مو حار هيك، وتعرفون إحنا عوائل وأطفال فأكيد راح نتبهذل. فهم على الأكثر أجلوها شوية من الجو يتغير، وإن شاء الله كله خير وبركة يا ربي. وهنا يا حبايبي جهزت ريوقنا، وهاي صبيت أول قلاصين شاي أنا وأبو حسوني، وقعدنا تريقنا وعلينا بالعافية. والحمد لله على هاي النعمة الحلوة، لمة العائلة الحلوة والقعدة والسوالف الحلوة. ربي ما يحرمنا وما يحرمكم من لمة الحبايب والعائلة إن شاء الله يا ربي. طبعا أحس نفسي هواي حكيت بسرعة. راح أخذ ريلاكس شوية. ريلاكس شنو؟ راح أتوقف شوية وأرجع لكم. وهنا يا حبايبي رجعت وياكم على الفطور مال يوم عرفة. طبعا تبلت دجاجة كاملة، تبلتها التتبيلة اللي دائما أسويها، اللي هي الخل والثوم والروبة أو اللبن والبهارات مال الدجاج وشوية لامندوزي، ويعني ايش عندك بهارات تخلين. فراح أتبلها تقريبا، هنا تبلتها يمكن 4 ساعات أو 5، وهسه هنا صارت يمكن الساعة 5. فرغتها بهذا التبسي أو القالب، وطبعا تبلت وياها بوتيتا وبصل، وهاي الصلصة كلها فرغتها، يعني الصلصة اللي كنت منقعة الدجاجة بها فرغتها كلها بهذا التبسي. ومشغلة الفرن حار، وراح أدخل الدجاجة على الفرن على نار هادئة تستوي للفطور على راحتها. طبعا تشبعت بكل النكهات وأخذت كل شيء. طبعا هم خليت دبس الرمان وخليت معجون، يعني بالإضافة للمكونات اللي ذكرتها. وراح أطبخ تمن شعرية أصفر. هاي هنا الشعرية حمستها، راح أفرغ التمن عليها، وهنا فرغت التمن وراح أخلي عليها هاي البهارات، مكعب ماجي وبابريكا، بهارات كاري، وشوية من صبغة اللوزينة وكمون. راح أخلطها كل زين، وبعد أخلي التمن يستوي على راحته. طبعا ما طبخته هواية تمن لأن تعرفون هو فطور، وطبعا أنا هم مسوية شوربة ومحضرين تمر ويعني كل هاي الشغلات. وهنا يا بنات استوت الدجاج مالتنا، وشوفوا ما شاء الله شلون طلع المنظر والشكل، طلع قالب تبسي جنن. وصبينا فطورنا، ومثل ما قلت لكم هنا طبعا اجانا ماعون كشري، هذا ابن اخويا مسوي ابو رتوجة، ومسوي صلصات 2، واني محضرة الشوربة والزلاطة سوينا، وهنا تمن الشعرية الاصفر. وكل خير وبركة من رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي الله يتقبل صيامنا وأعمالنا،
ويتقبل ويستجاب دعائنا، آمين يا رب العالمين. وهذا كان فطورنا، فطور يوم عرفة، دجاج مشوي ويا هاي الشغلات اللي رتبناها واللي هنا أقول لكم. مع السلامة حبايبي.